السلام عليكم. تحياتي كاع المغاربه اللي داخل المغرب وخارج المغرب، وتحياتي لكل العرب اللي ساندوا المغرب، اللي ساندوا منتخبنا الوطني، المصريين، الفلسطينيين، الجزائريين، الشعب. هادو كنتكلم على الشعوب، السعوديين والشعب القطري خاصة. شكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى المساندة ديالكم لمنتخبنا الوطني وبلدنا الحبيب. شكرا لكم دائما وابدا. الشكر الكبير للاعبين ديالنا، الشكر الكبير للاعبين والاطار وليد الركراكي والطاقم التقني والطبي ولكل جماهير الوفيه، جماهير اللي حاضره في قطر، اللي حضرات المباريات، اللي كان الدعم ديالها والسند ديالها الكبير اللي عطى الفارق. وراه المدرب لويس انريكي ديال المنتخب الاسباني راه هو تكلم وقال بانه راه عندهم جمهور كبير، جمهور اللي يخلق الفارق، جمهور اللي يعني مبهر. شكرا للجماهير الوفيه، الجماهير اللي مشات لقطر لمساندة المنتخب ديالنا من جميع اقطار العالم، اوروبا، من الخليج، من المغرب العربي، من كل شيء. شكرا للجماهير اللي بها كنسمعوا ديك الاهازيج، والحمد لله كان داكشي يعني بتناسق، داكشي كان اخوي، داكشي يعني التشجيع كان بكلمه واحده، تشجيع مؤطر، تشجيع منظم، تشجيع يزعج، تشجيع يخلع، تشجيعات كتخلع، نقولها بحال ما هكذا، تشجيعات ديال الفريق، ديال الجماهير ديالنا المنتخب كتخلع الخصوم، كترهم الخصوم. ونتمنوا ان شاء الله يبقاو في هذا السند ان شاء الله. مازال ما عندنا مباراه يوم السبت ضد البرتغال، اللي نتمنوا ان شاء الله من العناصر الوطنيه، العناصر ديالنا اللي تكون في مستوى ان شاء الله يا ربي. شفنا الحمد لله من بعد ما فازوا بالمباراه ديال اللي اهلتنا للربع النهائي، مباراه ديال اسبانيا، المباراه اللي كلشي كان متخوف منها، لانه منتخب اسباني كيتشكل من لاعبين اللي كيشكلوا النواة ديال ريال مدريد، ديال برشلونه، ديال الاتليتيكو دو مدريد، ديال بيلباو، يعني اعتد الفرق الاسبانيه اللي كتشكل النواة ديال المنتخب ديالهم، بما فيها المدرب ديالهم لويس انريكي. لويس انريكي اللي اشاد كما قلنا بالجماهير واشاد باللاعبين ديالنا، لاعبين ديال المنتخب ديالنا الوطني، وخاصه اللاعب الرقم 8 اللي قال عليه الرقم 8 ابهرني، اللي هو اللاعب مناحي، اللي نتمنوا ان شاء الله من اللاعبين كلهم يكونوا ان شاء الله في نفس المستوى، كلهم يعطيو ويزيدوا. عطاونا الشيء الكثير، عطاونا الشيء الكثير، لانه من مونديال 1986، من مونديال 86 ما شفناش المنتخب ديالنا في الدور الثاني، وما شفناش كيعطي بحال هاد النجاحات، ما شفناش لدرجه انه شفنا الشعب المغربي خرج من طنجه للقويره وخرج في باقي مدن العالم. ولكن الكبيره وهي خروج جلاله الملك والابن ديالو والشقيق ديالو وكافه العائله، وكل مغربي خرج للشارع، اغلب المغاربه خرجوا للشارع. اللي ما نقولش قول المغاربه خرجوا احتفالا وابتهاجا وسرورا بمرور منتخبنا للدور الثاني. وماشي غير الدور الثاني، دابا مرينا الربع النهائي الحمد لله اللي غلقوا فيه كما قلنا في فريق المنتخب البرتغال، اللي تا هو نتمنوا ما يخوفناش، ونتمنوا ان شاء الله اللاعبين بالعزيمه، بالاراده القويه ديالهم، بداك التضامن، بداك التلاحم، بديك القوه، بديك الاخوه اللي كتجمع بيناتهم، وبديك العائله اللي شكلها وليد الركراكي. انسان اللي ربما كانوا البعض اللي ما كانوا شيخين فيه، لكن الحمد لله قدر باش يوصل يعني للجميع بانه وراه مدرب اللي هو ابن البلد، وطني مغربي 100%، اللي هو دابا الحمد لله مر بالمنتخب ديالنا بواحد الاجره اللي هي ربما نصف الاجره اللي كانوا كيتقاضوا المدربين الاخرين اللي كانوا من خارج البلاد ولا هذا، وكانوا كيتقاضوا اجور ربما فوا
مضروب في 2 في الاجر اللي كيتقضى اللي هو 60 مليون. نقولوا شكرا وليد الركراكي لانك شكلتي عائله كما كنت شكلتيها في فريق الوداد الرياضي، شكلتي واحد الاسره في المنتخب، شكلتي فريق اللي هو محبوب، هو اللاعبين ديالو كيحبوا بعضياتهم، ما شفناش وما كنشوفوش وما كنسمعوش ديك التفرقه اللي كنا كنعاودوا وكنا كنشوفوها داخل المنتخب ما بين اللاعبين ديال هاد الدوله ولا هاد كنا كنشوفوا تكتلات. الحمد لله كنشوفوا دابا وهادشي كيبان لنا على الام العين ديالنا كيوصلنا حتى عندنا بوسائل التواصل. الحمد لله كنشوفوا بانه الدراري كلهم اخوه، لا ديال البطوله لا ديال يعني الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. نتمنوا ان شاء الله غير الدراري يبقاو غاديين، كيتمنوا مناسبه يكونوا الدراري ان شاء الله يرجعوا الدراري اللي هما خداو اصابات، انه شفنا الفريق ديالنا ضد اسبانيا عده لاعبين اللي كيعاني ولكن صابرين، كيعاني ولكن كيحاولوا باش يعطيو التأثير لهذا القميص هذا ولهذه البلاد هذه والعام الوطني الحمد لله اللي كيرفرف عاليا هذه الايام. الحمد لله شكرا لله سبحانه وتعالى على هذا الشيء اللي عطانا. الحمد لله هذه البلاد هذا عطانا الفرح، عطانا السرور. كنعرفوا انه بلاد ديالنا كنعيشوا مشاكل اللي هي نقول اقتصاديه، كاين ازمات اقتصاديه، كاين بزاف ديال الامور اللي كيعيشها المواطن المغربي. كيتمنى ان شاء الله من بعد هذا المونديال، بعد العوده ديال المنتخب ديالنا واللي ان شاء الله لابعد نقطه باش نشوفوا ان شاء الله شي تغيير اللي يكون اقتصادي، لانه كاينين بعض الفئات اللي كيقولوا هذا الكره ديالنا، هذا الكره عطينا، هذا الكره القدم هي اللي كتدخل لنا السرور، هي اللي كتخلينا نروح على النفس ديالنا، هي اللي كتخلينا ننساو بعض الهموم والمشاكل. الحمد لله الفرحه اللي شفنا كما قلنا بالامس، شفنا كل شيء خارج، جميع الاطياف ديال المجتمع، جميع الاطياف، صغير كبير مراه ابناء شباب شيب، كل شيء خارج الحمد لله، لدرجه انه كما قلنا القصر الملكي كله خارج فرحان، لانه البلد ديالنا كيتربصوا عليه اعداء، كيتربصوا عليه الناس اللي ما باغينليش الخير. الحمد لله ربي ما حدهم وما عطينا وربي عطينا. هذه مقوله اللي حنا معروفه عندنا حنا كمغاربه، معروفه عندنا حنا. الحمد لله ما كنقصدش الشعوب، كنقصد انايا بعض الحكام اللي هما ما باغيش خير البلاد، ولكن الحمد لله الشعب الجزائري اخوه خوا. شفنا فيديوهات من المواقع اللي هما الحمد لله كلهم الشعب ديالهم الاغلبيه ديالهم باغيين لنا الخير، وبغاونا نتاهلوا، بغاونا نفوزوا، بغاونا نديروا. الشعب المصري وكذلك يعني الفلسطيني كيحتفلوا حتى لدرجه ما كاين يعني شي حاجه بزاف. هادشي اللي الحمد لله شفنا. نتمنوا ان شاء الله باش مازال نعيشوا ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله بعد المباراه اللي غيجريوها الدراري ديالنا ضد المنتخب البرتغالي. نتمنى ان شاء الله من وليد الركراكي يكون عاود في المستوى، يعرف كيفاش يرجع الدراري، يعرف كيفاش. حنا دابا ما نقولوا والو، هو اللي عارف، هو اللي دابا زايد لقدام يعني. لا داكشي اللي نقدر نقول بزاف. تحياتي لكم كاملين، تحياتي للمتابعين ديال ودادي حر، تحياتي دابا مغربي حر، دابا ماشي ودادي حر، انا مغربي حر. حتى النخاع الحمد لله، حنا الحمد لله دابا كنا يد وحده، حنا مغاربه كنت تحت شعار الله الوطن الملك وتحت الرايه المغربيه اللي دابا كنساندوها، اللي كنعشقوها حتى النخاع يد وحده ان شاء الله لتحقيق المراد، لتحقيق ان شاء الله النصر يوم السبت ضد المنتخب البرتغالي اللي ما كيخوفناش. عندنا الحمد لله لاعبين اللي هما عالميين، امثال الحارس بونو اللي شفنا كيفاش تالق وادى مباراه جميله، ومباراه اللي عطاتنا وبفضل التصديات ديالو مرينا الحمد لله الربع النهائي، تصديات على اعرق يعني على اخطر المهاجمين كسرابيا اللاعب اللي ماهر في ضربات جزاء في اسبانيا. شفنا الثقه ديال اشرف حكيمي كيفاش سجل ضربه الجزاء اللي ديال الفوز بواحد الطريقه اللي خصك تكون اما خطير اما فنان اما مجنون. ولهذا كنعرفوا انه اشرف حكيمي لاعب عالمي من طراز رفيع، احسن ظاهر ايمن عالمي. شفنا حكيم زياش كيفاش ضرب الجزاء بواحد الثقه تامه. الحمد لله عندنا دراري كيلعبوا بواحد الثقه تامه، دراري الحمد لله تايقين في راسهم، ونتمنوا ان شاء الله يبقاو غاديين على هذا العمل ان شاء الله اللي نقدروا وبهذا التكتيك اللي كيلعب دابا الوليد الركراكي اللي ربما البعض كيقول لك خصو يخرج. راه اللاعب راه كتفرجوا، راه الفريق اللي يبغي يخرج يلعب
خاصة فرق كإسبانيا أو كرواتيا، وتقول لي غادي يخرج يلعب البرتغال غادي تاخذ 2-0 3-0 4-0. والد الركراكي كيعرف كيفاش يلعب. ان شاء الله. هو كيقول لك بغيتي الاداء هو ما كيعرفش هو الاداء، يعني الحمد لله كيلعبوا مباريات كنشدوا كره كنضيعوا فرص. شفنا فرص اللي ضاعوا لنا من لاعب شديره، ولكن نساو هذا الشيء. دابا الحمد لله كنشوفوا الفرح الانتصار، ولو وحتى بانون اللي ضيع ضربه جزاء ما كان اخذوش عليها، لانه دابا الضياع ديال ضربه جزاء او الضياع ديال الفرص من شديره هادو دابا خليناهم جانبا. كنشوفوا الحمد لله دابا الفريق ديالنا داز الدور الربع النهائي. خصنا نكوراجيو اللاعبين، نتمنوا اللاعبين اللي هما الحمد لله اللي تصابوا الحمد لله يرجعوا بسلام. كاسايس اللي كمل المباراه هو كيحس بالام. كنشوفوا القتال، كنشوفوا الرجوله الشهامه ديال اللاعبين. هادشي بزاف. تحياتي للجميع، تحياتي لاي واحد اي مغربي في كاع العالم، تحياتي ليه، تحياتي للطاقم، تحياتي لرئيس الجامعه، تحياتي لاي واحد ساهم في هذا النصر وهذا الشيء اللي وصلت ليه دابا المنتخب، والدور اللي وصل ليه اللي هو انجاز تاريخي واول منتخب عربي كمر هذا الدور ربع النهائي. شكرا للمغاربه، شكرا للاعبين، شكرا وليد، شكرا للجميع. تحياتي لاي واحد. ديما مغرب، والسلام عليكم.